السلام عليكم. أنا السيد أحمد جلطي، مواطن جزائري، أبلغ من العمر 56 سنة، متزوج وعندي 4 أولاد. راهم رجال دروك ما شاء الله، راهم خارج بعد عليهم خارج الوطن. رحلتهم مضطر بالسيف رحلتهم. أنا قعدت هنايا وراني عايش جهنم هنا داخل الوطن. أنا الوالد تاعي كان قيادي في الجيش، في جيش التحرير. المنطقة تاع الغرب هذه تقريبا هو كان قاعد بها وعندها مع أصحابه. معليش، الوالدة تاعي مجاهدة، جدي شهيد. حروا هاد البلاد مع خوتهم باش نعيشوا حنايا بشرف وكرامة وراسنا مرفوع. للأسف الشديد بعد ما كنت في تموشنت، هذاك السكن اللي كان اونفاس ليا كانوا يمارسوا فيه الدعارة، كانوا عناصر أصحاب مراتب ومناصب ونفوذ، من هادو اللي يسموا رواحهم القوادة. أما كي هدرت معاهم أنايا تعرضت لكاع الأنواع الأخطار، التهديدات بالقتل بالسلاح الناري وتلفيق التهم، وقالوا لي والله ما انا طالقين غير لبسني القضيه تاع دعارك انت كي ولادك، ولاحقوني في كل مكان. هذاك السكن بعته وكل مكان، وانا بصفتي كمستشار في الرياضه الحقره نكرهها. رحت دافعت على اطفال مساكين هنا، المجتمع تاعنا يرخصهم ويدلل فيهم وعازلهم. بغيت انا ندمجهم في العمل الرياضي والتربوي والبدني وندافع على الحقوق تاعهم. هادو الفئات من بينهم فئه اللقطاء، هادو مساكين اللي ما عندهمش والديهم، مسمينهم الدوله تاع المجتمع تاعنا هنا الاغلبيه تاعهم يكرههم ويسموهم الفلوخه، يقول لهم الفلوخه. الدوله ديالهم في مراكز، ولكن للاسف الشديد كي يكبروا ويولي عندها 18 سنه حتى تكون المراه يقول لها خرجي. وين تروح هاد المراه؟ سي نورمال غادي تروح مسكينه يتعدوا عليها، الراجل ماشي يسلك روحها برا. لقيت انايا بحكم العمل تاعي شفت في المدارس كاين اطفال مساكين عندهم حركات تاع بنات، والبنات ثاني عندهم حركات تاع اولاد. صالها كيما هذيك بطله العالم ايمان خليف اللي قالوا عليها راجل راه يضرب نساء. هادوك انا ثاني كاين العلاج تاعهم، نشوفوا ان بسيكولوج، طبيب نفساني، ان اندوكرينولوج، طبيب مختص في امراض الغدد، ونشوفوا حنايا ثاني حنا ندمجوهم في العمل الرياضي والتربوي ونقلعوهم من تما. هادو اللي والديهم ثاني قتلوا ولا ربما باعوا الممنوعات ولا هادوك داخلين في الحباس وكاع، هادوك البزوز دخلهم مساكين تحرموهم. هادو مساكين اللي ما عندهمش الاشكال تاعهم سمان ولا رقيق ولا مش عشا، علاه تزيدوا تعقدوهم؟ واحد ازماتيك واحد ديابيتيك علاه تقلعوه؟ متى كما قال لك تحقروه؟ علاه المجتمع حقار كيما هاك؟ هادو مساكين ما عندهمش حتى الحقوق نتاعهم، ما يدوش، ما يدو من حيط بطاله، ما يدو، ما يتزوجوا، ما يربوا سكاني، ما يدو سكاني، ما والو. ما عندهمش والديهم، ما عندهم عموهم، ما عندهم خوالهم الاعياد، مساكين يفوتهم كلشي ناشف. على جال هاد الشيء تقريبا كاع المجتمع راه مدابزني انايا. هذا السوجي قالك ستان سوجي طابو، هذا الموضوع من الطابو. من شكون رسول؟ اما دروك راني عايش لو كالفير، راني عايش الجحيم هنايا، وهادو اصحاب المراتب والمناصب والنفوذ راهم مكرهين لي حياتي وحاولوا يدخلوني للحبس باي طريقه.